منتخب مصر حاليا معاه مدير فني، تتفق تختلف ارقامه بتقول كده. الراجل لعب 5 ماتشات جايب 14 جون، داخل فيه بمعدل 5 اهداف، يعني بمعدل كل ماتش جون. الراجل لعب ليبيريا، لعب النيجر، لعب بلجيكا، لعب ماتشين ملاوي، جايب 14 جون، كسب كل الماتشات. حاليا منتخب مصر معاه مدير فني، الراجل يا جماعه ادوله كل الصلاحيات، ابنه ليه مشروع، عنده هدف وطموحات يحققها، ويختار كل اللعيبه اللي على مزاجه. احسن اختيار اتحاد الكوره خده على مدار ال10 سنين اللي فاتوا هو تعيين روي فيتوريا مدير فني لمنتخب مصر. اقسم بالله. وما تقعدش تقول لي اصل احنا بنلاعب فرق ضعيفه وملاوي. هو حد كان يعرف وليد الركراكي بتاع المغرب؟ وليد الركراكي ده كان بيدرب الوداد، وكان هيمشي يوم ماتش الزمالك لما غلبوا الزمالك 3، قعد بعدها باسبوع راح مسك منتخب المغرب. لا، معانا مدير فني. الشغل اللي في الملعب مش محتاج انا بلاعب مين، هو ما يشغلوش الراجل بيلاعب مين. ان شاء الله يلاعب اي حد، يلاعب فريق تصنيف سابع، هو ملوش دعوه. الراجل عنده شغل بيبان في الملعب، وهتشوف الكلام ده كله لما يلعب قدام منتخبات الصف الاول زي كوت ديفوار وتونس والمغرب والناس دي. انت بكره هتصدق ان مصر او منتخب مصر فيه مدير فني كبير ومدرسه مختلفه وراجل محترم. فعلا اقسم بالله معانا مدير فني